الوفد الأوروبي المكلف بتقييم المنظومة القضائية في فلسطين يقوم اليوم بجولة ميدانية في مجمع محاكم رام الله للاطلاع على واقع العمل القضائي وموائمة البنية التحتية لتقديم الخدمات العدلية للجمهور. بدوره أكد رئيس فريق تقييم المنظومة القضائية البروفيسور أليساندرو سيموني على الظروف القاسية التي يعمل بها القضاء الفلسطيني وتحديدا في مجمع محاكم رام الله. After our visit, we can confirm that the judges and lawyers working in the Ramallah court operate in really extreme conditions. So we really hope that the international donor community will take a decision to support them and provide premises sufficient for the decent administration of justice for the Palestinian people. There is no easy solution because, of course, the straightforward solution will be to provide a new courthouse, which is, of course, as everyone understands, is an expensive decision. But of course, after our visit, we can certainly confirm that something must be done. I can add certainly that this visit confirms that without really observing where the persons work on an everyday basis, without a direct knowledge, without really being on the place, it's very difficult to grasp what is the actual situation. يسعى مجلس القضاء الأعلى من خلال هذه الزيارة لإطلاع الوفد على الوضع الراهن وتحسين الخدمات العدلية لجمهور المتقاضين، وهذا ما أكد عليه رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمي. تأتي هذه الزيارة للاطلاع على سير عمل المنظومة القضائية والمشاكل التي تواجه العمل في مجمع المحاكم رام الله، ولقد أطلعنا الوفد على أقسام ودوائر المحكمة، حيث لاحظ الوفد عدم صلاحية المبنى وملائمته لمتطلبات العمل وتلبية احتياجات المواطنين. وأكد الوفد على سوء الوضع الراهن لمبنى محكمة بداية وصلح رام الله، آملين من كافة الجهات المعنية النظر جديا بمبنى محكمة رام الله وتحسين الوضع القائم حاليا لتتمكن المحكمة من أداء أفضل الخدمات للجمهور والمراجعين. ممثلو الوفد الأوروبي وفي نهاية جولتهم الميدانية طالبوا مجتمع المانحين بضرورة تقديم الدعم وتوفير بيئة ملائمة للتقاضي في مجمع محاكم رام الله.